السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وتما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غندير معكم الطوست كيجي زوين بزاف، نتيجه رائعه. كنحتاج 3 الكيسان ديال الطحين، 4 كاس ديال الزيت، معلقه السكر، بيضه، معلقه الزبده، قبيصه الملحه، الخميره الفوريه، وكنجمع بالحليب. ولا بغيتو ديروا الماء ما كاين حتى شي مشكل، كنديرها في البيض خاء صافي وكنخليها تعلك لي مزيان. والبيض تخدموها حتى بيديكم ماشي مشكل، يعني النتيجه كتكون بحال بحال، غير هي كتبغي شويه الخدمه صافي. وكنديرها وكنخليها تعلك لي مزيان حتى تكون شويه تلصق في اليدين، ولا كان خصني الحليب ولا الماء يعني باش ما عجنتوها كتجي النتيجه مزيانه. غير المهم هو البيض والزبده والزيت داكشي باش تجيكم النتيجه مزيانه صافي. كتكون تلصق بحال هكا في اليدين. كنغطيها عاوتاني بالبلاستيك ونخليها تخمر على حسب الجو، نص ساعة ساعة، يعني على حسب الجو كنخليوها تخمر ليكم تاخد حقها في الخميرة صافي. وكندير رشها بشوية الزيت، ما تحاولوش ديروا الطحين باش تجيكم النتيجة مزيانة. كندير شوية الزيت في يديا صافي، وكنحيدها من الطبسيل ديال العجانة، وكنحطها فوق سطح العمل بحال هكا، يعني تتكون شويه تلصق في اليدين. الا درتو ليها الزيت راه ما يعني الزيت ما كيخليهاش تلصق لكم بزاف في يديكم وتخدموا على راحتكم. هاد القطاره غير تعاودات صافي. كنسترحها وكنكون حاطه المول ديال الطوست قدامي. الا ما كانش عندكم خدموا غير بديك ديال الكيكه اللي كتجي طويله. تا هو راك في الاول كنخدم غير بيه صافي، حيت هذا شويه كيجي شويه عالي وكتجيكم الطريقه بحال ديال الطوست ديال بحال اللي كيتباع في المحلات. هادشي اللي بغيت نقصد لكم صافي. وكنسرحها يعني ما نخليهاش غليظه بزاف، يعني بهاد الطريقه هكا. ما ترقوهاش ما تخلطوهاش، يعني هكا بين وما بين صافي. وكنجي في الجناب وكنقلوي ونحاول نزير باش ما يجيونيش دوك الفراغات في الطوست، يعني ما يجوش فيه دوك التقابي. داكشي بغيت نقصد لكم، يجي الطوست هكا مزيان صافي. بقاو تلويو هكا بيديكم او تكونوا حاطين المول قدامكم باش تشدوا العبار عليه. الا جاكم هكا طويل ولا سميتو يعني غير جمعوها من الجناب راه كتجمع لكم بسهوله صافي. وكنقرصها من الجنيبات هكايا من التحت ديال الطوست باش تجمع ليا مزيان صافي. وكنديرها في المول ديال الطوست، وكنكون مفرشه ليه الورق ديال الطبخ صافي. وكنقادها مزيان. اذا ما عندكمش دهنوها غير بالزبده ورشوا ليها الطحين باش تجيكم سهله ملي تبغيو تخرجوها من المول صافي. وكنعبز هكا بيديا باش تشد ليا الفورمه ديال المول وما تجيش فيها الفراغات. وكنغطيها تخمر عاوتاني، يعني نفس الخميرة يعني مهمة. كتبغي تخمر مزيان كنغطيها بالبلاستيك وكنغطيها مزيان صافي، وكنحطها تتخمر ليا ونرجع معكم. ملي خمرات ليا كنكون مضربة بيضة كاملة مع شوية الخل اولا الحليب صافي. وما كنحاولش نورك عليها بزاف باش ما تهبطش ليا ديك الخميرة اللي تكونت ليا صافي. وكنرشها بشوية الجنجلة الابيض اولا عندكم الزرارة عندكم اي حاجة، ولا بغيتو تخليوها غير هكاك ماشي مشكل صافي. وكنكون مسخنة الفران، يعني الفران خاصو يكون سخون مزيان. ملي غندخلها نحاول نقص ليها على 150 100 وهكا، يعني طيب بحال غطيبوا الكيكه بحال هاد الطريقه هادي. الا جهدتوا الفران راه ما طيبش لكم مزيان وتبقى لكم خضره من الداخل. الا درتوها هكا بحال غطيبوا الكيك وكدي لكم من نص ساعه يعني هكا كتشد لكم الطياب. الا جهدتوا عليها الفران راه تبقى لكم خضره، يعني تكون طيبه لكم من جناب من كل شيء. يعني انا درتها في الفران وخليتها
ملي دازت ليا نص ساعة حليت الفران لقيتها تحمرات ليا حتى من الفوق. صافي وكنحيد ليها الكاغيط وكنغطيها وكنديرها في البلاستيك وكنخليها ليلة كاملة تبات. قد ما خليتوها تبقى مرتاحة يعني ملي كتقطعوها كتعطيكم نتيجة مزيانة. في الصباح الغد ليه حيدتها من الثوب نقطعها وتشوفوا قدامكم. كتجي نتيجة مزيانة وكتكون طيبة مزيان. وكتجي من اهم حاجة يعني كتشوفوا تعرفوا شنو درتوا لوليداتكم. كتجي نتيجة مزيانة. اللي وصلت معايا حتى لهنايا الله يجازيكم بخير. هاد القناة راني دايراها من 2020 والله القسم الا من 2020 ولا هي اللي بغات تحرك من بلاصتها. اللي تفرجات وعجبها الفيديو تبارطاجيه مع صحاباتها مع آه، المهم غير بارطاجي اختي الله يجازيك بخير. فيما لحت شي فيديو كيعطيوني حظر. اقسم بالله الا من 2020 ولا دايرها ما كندخل منها والو. يعني راه من 2020 ما فهمتش والله ما فهمت. نتمنىكم البنات تبارطاجيو الفيديو من الاهل مع الاهل والاحباب وراه وصفات زوينين وكندير مجهود الله يجازيكم بخير. واللي وصلت معايا حتى لهنا نتمنى لكم الخير وتبارطاجيو الفيديو. نتشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.